حبايبي دفعة أولى ثانوي طلاب البكالوريا، أهلا بيكم في الحصة الثالثة والدرس الثالث معانا عوامل قيام الحضارة. اتكلمنا عن أول درس خالص كان اسمه عندي درس الحضارة والتاريخ، اتكلمنا فيه عن مفهوم الحضارة، اتكلمنا فيه عن مفهوم التاريخ وقسمنا فيه العصور التاريخية. دخلنا في تاني درس اتكلمنا فيه عن مصادر قيام الحضارة أو دراسة الحضارة، عرفنا إن مصادر دراسة الحضارة بتنقسم مصادر أولية ومصادر ثانوية اللي بيسميها المراجع، وأخدنا الأمثلة بتاعتهم. معانا النهارده تالت درس في الوحده الاولى وهو درس عوامل قيام الحضاره، هو من اسهل الدروس اللي موجوده عند حضرتك في الترم الاول. طيب، يعني ايه عوامل قيام الحضاره؟ يعني ايه الحاجات اللي كانت موجوده جنب الناس ساعدتهم ان هم يعملوا حضاره عظيمه؟ على سبيل المثال لما اقول لك الحضاره المصريه، الحضاره الفرعونيه، ايه العوامل اللي ساعدت اللي هي تظهر؟ هتقول لي والله كان عندهم نهر، فالنهر ده هم لما استقروا عليه عرفوا يبنوا الحضاره بتاعتهم. اذا كلمه عوامل قيام الحضاره هي العوامل او الحاجه اللي ساعدت في قيام الحضارات. طيب، فبيقول لك هنا في مقدمه الدرس معلومه بسيطه قوي، بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى منح المنطقه العربيه، يعني عطى الدول العربيه دي بعض المقومات وبعض العوامل اللي خلت حضاراتهم من افضل الحضارات في العالم. يبقى انا تعالى اهو، يبقى بيقول لك منح الله سبحانه وتعالى الدول العربيه، منحها ايه؟ منحها مقومات ومنحها عوامل ساعدتهم في قيام الحضاره لتصبح حضاره من اكثر الحضارات في العالم تقدما ومن اكثرها ازدهارا. يبقى الحضارات بتاعتنا في الدول العربيه اثرت في العالم كله بفضل العوامل اللي موجوده عند حضرتك. يبقى مقدمه الدرس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى منح المناطق العربيه، منحهم ايه؟ قال لك منحهم العديد من المقومات والعوامل التي ساهمت في قيام حضارات مزدهره رائده بين حضارات العالم القديم. يعني خلى الحضارات العربيه بتاعتنا حضارات عظيمه وسط دول العالم. يبقى انا بالعربي العوامل هي اللي ساعدت الدول العربيه اللي هي تعمل حضارات من افضل الحضارات اللي موجوده عندي في العالم. طيب، يلا بينا كلمني عن العوامل ديت. بيقول لك ايه العوامل اللي ساعدت في قيام الحضاره في العالم القديم؟ واحنا عارفين العالم القديم اللي هم اسيا وافريقيا واوروبا. بيقول لك ايه العوامل بقى اللي كانت موجوده عند حضرتك اللي خلتك تعرف تعمل حضاره؟ فبقول له والله كان عندي 6 حاجات، احفظ 6 كلمات كل نقطه فيهم هتسهل لك الدنيا دي كلها. ايه ال6 كلمات دول بقولهم له؟ قال لك ال6 كلمات اللي هنقولهم له، بص هنقول له ايه؟ هنقول له نهر. يبقى انا واحد هقول له نهر. طيب، النهر ده موجود في مكان يعني موقع، فاتنين هقول له موقع. طيب، يبقى انا عندي واحد نهر، اتنين عندك موقع. طيب، يبقى انا عندي نهر، عندي موقع. شاور اللي فوق كده وقول له ايه؟ قول له المناخ. يبقى نهر، موقع، مناخ. يبقى انا عندي نهر وموقع ومناخ. طيب، يبقى نهر، موقع، مناخ. اعمل ايدك كده وقول له حواجز. نقول له حواجز. يبقى انا هقول له رقم 4 حواجز. طيب، بعد الحواجز دي بتتعمل من ايه؟ بتتعمل من معادن، بتتعمل من حديد، فهقول له معادن. يبقى رقم 5 عند حضرتك معادن. طيب، بعد ما اعمل معادن يبقى انا قلت له حواجز ومعادن. شاور على نفسك كده وقول له الانسان. يبقى انا عندي العوامل اللي ساعدت في وجود حضارات في العالم القديم كانوا 6 حاجات. بص بقولهم له ازاي: نهر، موقع، مناخ، حواجز. الحواجز معموله من ايه؟ يبقى معادن. واخر حاجه الانسان. يبقى انا عندي عوامل قيام الحضارات في العالم القديم 6 حاجات. ايه ال6؟ نهر، موقع، مناخ، حواجز، معادن، اخر حاجه انسان. طيب، ايه العوامل اللي ساعدت بقى في العالم القديم؟ تعالوا ناخدهم كلمه كلمه. اول حاجه انت قلت لي النهر. يعني ايه نهر؟ قال لك الاماكن اللي كان فيها انهار ده ساعد عندك في قيام الحضارات. اديني مثال. اقول لك المثال اللي عند حضرتك: كان عندك نهر النيل في مصر فقامت الحضاره الفرعونيه. كان عندك نهري دجله والفرات في العراق فقامت الحضاره بتاعت بلاد الرافدين. يبقى اذا وجود الانهار دي من العوامل اللي ساعدت في استقرار، والعوامل اللي ساعدت في معرفه الزراعه، فبالتالي قامت عند حضرتك الحضارات. يبقى اول عامل في عوامل قيام الحضاره في العالم القديم هي وجود الانهار. ليه وجود الانهار؟ لانه ساعد في الزراعه والاستقرار. اديني الامثله بتاعتك. اقول له نهر النيل في مصر واقول له نهري دجله والفرات في العراق. يبقى دي اول كلمه، النهر. وجود انهار ساعد على الزراعه والاستقرار. نهر النيل في مصر، دجله والفرات في العراق. يبقى ده اول عامل عند حضرتك. طيب، تاني عامل قلنا ايه؟ كنا بص بنقول نهر، موقع. ده موقع الدول ديت موقع متميز. فهقول له رقم 2 من العوامل اللي ساعدت في قيام الحضارات هو الموقع الجغرافي المتوسط في العالم القديم، اللي حضرتك كنت موجود في نصف العالم القديم، حضرتك متوسط جغرافيا، يبقى الموقع بتاع حضرتك.
طب 3 بعد ما قلت لك الموقع قلت لك المناخ. ايه قصه المناخ ده؟ يلا بينا النهارده لو واحد اتصل بيك قال لك يلا بينا ننزلوا نتمشوا، تقول له يا عم سيبني في حالي ده الجو حر. فالجو لما يبقى حر قوي حضرتك بتكسل. طب يلا بينا كده عكسه في الشتاء، تعال ننزلوا نتمشوا، فتقول له يا عم ننزلوا نتمشوا فين؟ ده الجو النهارده تلج. اذا برضو انت هتكسل. يبقى المناخ لو حار قوي او بارد قوي حضرتك بتكسل تعمل اي حاجه. لكن صاحبك لو اتصل بيك تعال ننزلوا نتمشوا النهارده الجو حلو، طول ما الجو حلو طول ما المناخ معتدل حضرتك عندك نشاط تعمل اي حاجه. فمن المناطق العربيه في العالم القديم لما عملت الحضاره عملتها عشان عندها مناخ معتدل، فدرجات الحراره حلوه فالانسان بطبعه نشيط. يبقى ثالث عامل من عوامل قيام الحضاره هو اعتدال المناخ وملائمته للنشاط الانساني. حضرتك بتعرف تتحرك في المناخ ده عادي. يبقى تعالى كده عوامل قيام الحضارات 6 عوامل اللي هم نهر، موقع، مناخ، حواجز، معادن، انسان. 1 وجود الانهار ساعد على وجود الزراعه والاستقرار، امثلتك نهر النيل في مصر. 2 نهر دجله والفرات في العراق. طيب تاني نقطة قلنا عندنا الموقع اللي هو الموقع بتاعنا متوسط جغرافيا في العالم القديم. طب هقول له رقم 3 اتكلمنا عن المناخ هقول له ده مناخ معتدل في ساعد في ملائمة النشاط الإنساني. طيب 4 كنت بقول لك حواجز، قال لك والله لما تيجي تبص على المناطق ديت والدول ديت مش هتلاقي في حواجز بتفصل ما بينها. يعني ايه مش هتلاقي في حواجز تفصل ما بينها؟ يعني على سبيل المثال مش هتلاقي عندك دولة في نصها هنا سلسلة جبال، فالجبال دي كده فصلت الدولة عن بعضها. الكلام ده مش موجود عندنا. ليه؟ يبقى احنا اراضينا كلها حته واحده، يبقى احنا ما عندناش حواجز بتفصل ما بيننا. يبقى هقول له رابع عامل في عوامل قيام الحضاره في العالم القديم عدم وجود حواجز تفصل بين المناطق. فده ساعد على ايه؟ ساعد ان كلنا نبقى عايشين على ارض واحده، يبقى في ما بيننا اتصال، يبقى في بيننا التقاء، نتقابلوا مع بعض. يبقى عندك النقطه رقم 4 عدم وجود حواجز أو موانع طبيعية بين أجزائها، وده عزز على وجود الالتقاء والتواصل. طيب يبقى 1 وجود الأنهار ده ساعد على الزراعة والاستقرار وأعطيتك الأمثلة. 2 الموقع المتميز بتاع حضرتك المتوسط جغرافيا. 3 المناخ المعتدل. طب 4 قلنا عندنا عدم وجود حواجز بتفصل بين أجزائها. طيب يجي عند حضرتك النقطة رقم 5 قال لك المناطق العربيه ديت كان عندها ثروات ومعادن اللي هي الثروات المعدنيه، وفره الثروات المعدنيه. يقصد ايه بالثروات المعدنيه اللي عند حضرتك؟ قال لك يقصد بيها معادن وصخور. يبقى عندي معادن وعندي صخور. ما تنساش كمان اللي انت عندك نباتات وحيوانات، يبقى انت عندك معادن، صخور، نباتات، حيوانات، عرفت تستثمرهم فعرفت تعمل حضاره. يبقى اقول له رقم 5 وجود صخور، وجود معادن، نباتات، حيوانات، وده اعطاني فرصه ان انا اعمل لهم عمليه استثمار. طيب اخر حاجه قال لك هو كفاح الانسان. الانسان بطبعه مكافح، عرف يتكيف مع البيئه اللي هو موجود فيها. حضرتك الناس زمان كانت عايشه في صحاري فقدر يتكيف مع المناخ اللي حواليه. طيب هل هو الانسان كان عنده فرصه اللي هو يبني ويعمل؟ ما كانش عنده. ده استخدم ادوات بدائيه خالص عشان يعرف يعمل الحضاره ديت. يبقى هو عرف يتكيف مع البيئه وعرف يستغل الموارد اللي موجوده عنده. فبيقول لك رقم 6 واخر حاجه هو كفاح الانسان. الانسان ده كافح عشان حاجتين: 1 يتكيف مع البيئه الجغرافيه اللي هو موجود فيها، 2 ان هو بذل مجهود عظيم في بناء الحضاره بتاعته. يبقى انا عندي ربنا سبحانه وتعالى منح المناطق العربيه منحها مقومات وعوامل ساعدتها في قيام حضارات من اعظم حضارات العالم. ايه العوامل اللي ساعدت في قيام حضارات العالم؟ قلنا 6 كلمات اللي هم نهر، موقع، مناخ، حواجز، معادن، انسان. نهر هو وجود الانهار وحضرتك مثال. طب 2 عند حضرتك الموقع المتوسط جغرافيا. طب 3 قلنا عند حضرتك المناخ المعتدل اللي ساعدت في ملائمة الأنشطة الإنسانية. طب قلنا 4 عدم وجود حواجز تفصل بيننا. طب قلنا رقم 5 قلنا عندنا وجود ثروات ومعادن اللي هي الصخور والمعادن، وعندنا نباتات، حيوانات، وده ساعد في استثمارهم. طيب قلت عندك رقم 6 هو كفاح الإنسان. طب تعالوا نفكروا في الحاجات اللي احنا قلناها دي واحدة واحدة كده الحاجات دي كلها هل كلها طبيعي؟ طبيعي وبشري، ولا طبيعي بس، ولا بشري بس؟ فبقول لك وجود النهر ده طبيعي. فبقول لحضرتك الموقع دي حاجه طبيعيه من عند ربنا. بقول لحضرتك المناخ دي حاجه طبيعيه من عند ربنا. بقول لك عندك بعد كده الحواجز مفيش حاجه بتفصل ما بيننا، دي حاجه طبيعيه من عند ربنا. الثروات اللي عندنا دي حاجه طبيعيه من عند ربنا. الانسان دي حاجه بشريه احنا. اذا العوامل اللي بتساعد في قيام الحضارات اول حاجه اقدر اقولها له اللي هي عوامل طبيعيه بشريه. اذا العوامل دي لما اجي اتكلم عليها هي عوامل طبيعيه
وفي نفس الوقت هي عوامل بشريه. طيب يبقى انا عندي العوامل، عوامل طبيعيه، عوامل بشريه. جميل قوي. يلا بينا كده بص النقطه دي، بيقول لك عدم وجود حواجز او موانع طبيعيه تفصل بين اجزائها، فده بيخلينا عندنا التقاء وتواصل. جميل قوي. يبقى اذا كده انت عندك التقاء وتواصل، الناس بتتواصل مع بعض. يبقى عدم وجود حواجز ساعد اللي احنا ما يبقاش عندنا عزله. يبقى دوت كده ساعد في عدم وجود عزله، اللي احنا مش عايشين لوحدينا، عارفين نتواصلوا مع بعضينا. طيب يلا بينا، انا دوله عندي نهر، وعندي موقع ممتاز، وعندي مناخ ممتاز، وعندي ثروات، بس ما عنديش حد عايش، ما عنديش انسان، هل اعرف ابني حضاره؟ تقول لي لا، كل اللي انا قلتهم دولت مالهمش لازمه لو الانسان ما استغلهمش. اذا من اكثر العوامل التي تساعد في قيام حضاره هو كفاح الانسان. يبقى اذا النقطه رقم 6 ديت اهم العوامل التي تساعد في قيام حضاره. مفيش دوله في العالم ما عندهاش بشر. اذا كمان اقدر اطلع لك استنتاج ان كل الحضارات اللي موجوده عندي في العالم مشتركين في حاجه واحده، ايه؟ ان كلهم عندهم ناس. يبقى عندي كفاح الانسان ده من اهم المقومات، وفي نفس الوقت ده من اهم العوامل اللي بتساعد في قيام الحضارات، وموجوده عند كل دول العالم. لكن يلا بينا لو تبص للنقط اللي فاتت، مش كل دول العالم عندها انهار، مش كل دول العالم موقعها ممتاز، مش كل دول العالم مناخها معتدل، لكن كل دول العالم عندها ناس. اذا العامل اللي مشترك بين كل دول العالم هو العامل البشري. طيب ادي اول سؤال عند حضرتك. طب نفس السؤال بس عدهولك بصيغه تانية. قال لك ايه هي عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه؟ اللي فاتت كان بيقول لك عوامل قيام الحضاره في العالم القديم، العالم كله اللي هم الثلاث قارات. لكن هنا اكلمك عن حاجه معينه. قال لك في مصر القديمه اللي هي الحضاره الفرعونيه، ايه الحاجات اللي ساعدت مصر في قيام الحضاره الفرعونيه؟ هنا قام جاي مقسمهم لك، قال لك والله عندك حاجات طبيعيه وعندك حاجات بشريه. الطبيعي مش هزود كلمه جديده على اللي انا قلتها. بص كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك نهر، موقع، مناخ، حواجز، معادن، واخر حته قلتها كفاح انسان. بص هنا قال لك العوامل ايه؟ قال لك نهر، ادي اول حلمه كنا بنقولوها. قال لك موقع، ادي تاني حاجه كنا بنقولوها. قال لك مناخ، ادي تالت حاجه كنا بنقولوها. شال كلمه حواجز وحط كلمه اللي انت عندك في مصر حدود طبيعيه امنه. يبقى شال كلمه حواجز، حط كلمه حدود. بص حتى اخر حاجه قال لك ثروات معدنيه، نفس الحاجه اللي انا لسه محفظها لك فوق. يبقى العوامل اللي ساعدت في قيام الحضاره المصريه القديمه اللي هي الفرعونيه طبيعي وبشري. الطبيعي برضه هقولهم له: نهر، موقع، مناخ، والحواجز شلتها وحطيت مكانها ايه؟ حدود امنه، واخر حاجه قلتها ثروات. طيب العوامل البشريه هتبقى مين؟ هتبقى الانسان برضه. يبقى تعالى العوامل الطبيعيه، قال لك نهر النيل. عمل ايه نهر النيل؟ قال لك والله ده ساعد في وحدتها وتماسكها، خلى مصر كلها حته واحده ومتماسكه مع بعض. يبقى نهر النيل وحده وتماسك، نهر النيل وحده وتماسك. موقع مصر المتميز ده خلينا نتواصله مع الحضارات، مع الجيران اللي موجوده حوالينا. يبقى عندي نهر النيل عمل ايه؟ عمل وحده وتماسك. الموقع الجغرافي المتميز بتاعنا ده ساعد في ايه؟ قال لك تساعد في التواصل مع الجيران، يعني تواصلنا مع الحضارات اللي جنبينا. قال لك رقم 3 عندك مناخ معتدل. طب رقم 4 قال لك عندك حدود طبيعيه. وطالما عندك حدود طبيعيه ما حدش يعرف يدخل عندك الدوله، صعب قوي اللي هو يخش يحتلك. فالحدود الطبيعيه ديت قال لك كانت امنه بالنسبه لك، وكانت تحميها من الاعداء، ما كانش حد بيعرف يخش يحتلك بسهوله. طيب اخر حاجه قال لك عند حضرتك في مصر من العوامل اللي ساعدت قيام الحضارات اللي هي الثروات المعدنيه. قلنا يعني ايه ثروات معدنيه؟ قلنا يعني معادن ويعني صخور، وان طبيعتنا اساسا غنيين بالموارد. يبقى انا عندي تعالى العوامل التي ساعدت في قيام الحضاره المصريه القديمه. عندي عوامل طبيعيه، عندي عوامل بشريه. ايه العوامل الطبيعيه؟ قلنا عندنا 5 اللي ذكرناهم في السؤال اللي قبليه، اللي هم عندك نهر النيل وحده وتماسك، عندك الموقع الجغرافي التواصل مع الجيران، عندك مناخ معتدل، عندك حدود امنه سحمتني من الاعداء، اخر حاجه عند حضرتك عندك الثروات اللي هي المعادن والصخور. طيب يلا بينا، ايه العوامل البشريه؟ قال لك العوامل البشريه ان انت بتتكلم عن الانسان، مالكش اي حاجه تاني. فبيقول لك رقم 2 العوامل البشريه عند حضرتك ده انسان بيحب وطنه. وطالما الانسان بيحب وطنه هيبذل اقصى مجهود ليه عشان يبني الوطن ده، عشان يخلي ليه قيمه.
فاذا الانسان المصري القديم كان بيحب وطنه قوي، فاي حاجه ربنا كان بيديها له شبه الموقع شبه النهر شبه المناخ، الانسان ده عشان بيحب وطنه استغل الحاجه دي. استغلها ليه؟ قال لك عشان يعمل حضاره من اعظم الحضارات في العالم. يبقى انا عندي انسان بيحب وطنه، وطالما حبيت وطنك هتعرف تستخدم اي حاجه موجوده فيه. فبيقول لك حيث استطاع الانسان المصري القديم ان يستثمر كل ما هيأه الله له. اي حاجه ربنا عطاها لك انت استخدمتها. ليه يا عم؟ قال لك استخدمتها في قيام حضاره عظيمه ابهرت العالم. قمت بالحضاره الفرعونيه اللي هي من اعظم الحضارات الموجوده في العالم. يبقى تعالى كده لما اكلمك عن مصر العوامل اللي ساعدت في قيام الحضاره فيها، تقول لي عوامل طبيعيه، عوامل بشريه. العوامل الطبيعيه نهر، موقع، مناخ، حدود امنه، ثروات معدنيه. العامل البشري انسان بيحب وطنه، استخدم كل اللي ربنا عطوه له عشان يعمل حضاره من اعظم الحضارات الموجوده في العالم. ده كده بالنسبه لي عوامل قيام الحضاره في مصر. طيب احنا كده اتكلمنا عن عوامل قيام الحضاره في مصر 6 نقط. تعالى بقى كده مع بعضينا ناخدوا نقطه نقطه فيهم ونتكلموا عليها. تعالى نبدا بالعوامل الطبيعيه. اول نقطه فيهم كان بيكلمك عن ايه؟ قال لي كان بيكلمك والله عن نهر النيل. طب تعالى نتكلموا على نهر النيل. يبقى اذا العوامل الطبيعيه اول عامل فيهم هو نهر النيل. طيب مين نهر النيل ده يا عم؟ قال لك ده موجود عندي في مصر، ونهر عظيم قوي. هو ليه عظيم؟ قال لك سر عظمته في تكوينه. يعني ايه سر عظمته في تكوينه؟ قال لك والله النهر دوت موجود من قلب افريقيا، بينبع الميه بتاعته بيصب عندي في شمال افريقيا يعني في مصر. جميل قوي. قال لك سر العظمه في التكوين بتاعه اللي هو منحدر، يعني واخد ميل كده من اللي منين؟ قال لك من الجنوب للشمال يعني لحد عندنا. فهو جاي شايل لك حاجتين، شايل لك طمي، الطمي دي اللي هي الطينه اللي حضرتك بتزرع فيها، وجايب لك ميه. يبقى ده نهر عظيم. ليه؟ سر عظمته في تكوينه من الجنوب الى الشمال، واخد الانحدار بتاعه، فبيحمل معاه المياه والطمي. فاستخدمت الميه والطمي في ايه؟ قال لك استخدمتهم في الزراعه. يبقى نهر النيل، نهر النيل سر عظمته في التكوين، بينحدر من الجنوب الى الشمال، بيحمل معاه الطمي والمياه. حمل معاه الطمي والمياه، انا اخدتهم استخدمتهم في ايه؟ قال لك استخدمتهم في الزراعه. طيب نهر النيل عشان موجود عندنا اكسب المصري القديم مهارات وقيم. عطاني انا كمصري قديم مهارات وقيم. ايه هي المهارات والقيم اللي المصري اكتسبها؟ قال لك والله عندي 3 حاجات. كسبك الوحده والتضامن، خلينا كلنا شعب واحد. 2 عمل حاجه اسمها تكافل وتكامل، كمل ما بيننا وبين بعض. 3 حاجه التواصل فيما بيننا ومع الاخرين، عرفنا بسبب نهر النيل المصريين يتواصلوا مع بعض ويتواصلوا مع الدول الثانيه. يبقى نهر النيل، نهر النيل واحده واحده اهو سر عظمته في التكوين. يبقى سر عظمته في تكوينه. ليه؟ قال لك ينحدر من الجنوب الى الشمال حاملا معه الماء والطمي. استخدمت المياه والطمي دول في ايه؟ قال لك استخدمتهم في الزراعه. 2 ان نهر النيل ده اعطاني مهارات واعطاني قيم. ايه المهارات والقيم؟ قلت اعطاك 3 مهارات و3 قيم، وحده وتضامن، تكافل وتكامل، واخر حاجه التواصل مع نفسهم ومع الاخرين. طيب اشرح لي القيم اللي انا اكتسبتها، وخلي بالك مهمين قوي قوي قوي. لما اكلمك عن الوحده والتضامن، يعني ايه وحده؟ يعني كلنا متماسكين كده مع بعض. طب هو ازاي نهر النيل خلانا احنا كده متماسكين؟ ما تنساش ان نهر النيل كان بيجي بموسم اسمه موسم الفيضان. الميه بتزيد قوي فاسمها موسم الفيضان. طيب احنا اتحدنا مع بعض بسبب الفيضان دوت، عشان الفيضان ده لما يجي ما يدمرش البيوت، ما يدمرش الاراضي الزراعيه، والاراضي اللي طالعه منه او الميه اللي طالعه منه دي ما تروحش هدر نحوشوها. فالمصري القديم دوت اتحد مع بعض عشان يبني جسور. بنيت الجسور دي ليه؟ عشان تحافظ على الميه اللي جايه لك بستخدمها بعد كده. طب انا هبني الجسر ده لوحدي؟ قال لي لا، يبقى احنا كلنا تحالفنا مع بعض عشان نبنوا الجسر دوت. يبقى اذا لو قال لك وحده وتضامن هقول لك بسبب الفيضان، نهر النيل كان بيعمل لي فيضان، فالمصريين كلهم اتحدوا ليه؟ عشان يبنوا جسور. حضرتك لما بنيت الجسر فانت حافظت على الميه اللي جايه لك ديت، وعشنا كلنا شعب واحد على مر التاريخ. طيب تاني قيمة أو مهارة عند حضرتك قال لك اللي هي التكافل والتكامل. يعني إيه تكافل وتكامل؟ قال لك يعني إحنا بنكملوا بعض. الناس اللي عايشة في شمال مصر عندهم مناخ فبيزرعوا محاصيل معينة، الناس اللي في جنوب مصر عندهم مناخ تاني فبيزرعوا محاصيل معينة، بس الناس اللي في الشمال عايزة تاخد محاصيل من الناس اللي تحت، والناس اللي في الجنوب عايزة تاخد محاصيل من الناس اللي في الشمال. فابتدى يبقى في ما بيننا تبادل تجاري.
يبقى احنا كده كملنا بعض. يبقى التكافل والتكامل دوت تبادل المصريين المحاصيل، فنشطت التجاره الداخليه، بقى عندنا التجاره ما بيننا وبين بعض. بقت التجاره الداخليه ديت ما بيننا، بين الشمال وبين الجنوب. ادي عندك التكافل والتكامل. يبقى وحده وتضامن بسبب الفيضان، اتحدنا مع بعض، بنينا كسور عشان نحوشوا الميه، فعشنا كلنا شعب واحد. اتنين، تكافل وتكامل، تبادل المحاصيل بين الشمال والجنوب، فبقى عندي تجاره داخليه. طيب التواصل مع نفسهم ومع الاخرين، خلي بالك مهم قوي وحاول تفهمها. بسبب اللي احنا عندنا نهر بنينا سفن، يبقى انا عندي نهر فانا بنيت السفن. طيب النهر ده ليه تيار. يعني ايه ليه تيار؟ يعني الميه ليها اتجاه، تيار الميه. فاتجاه الميه في النهر دوت ماشيه ناحيه الشمال. فانا لما بنيت السفن، لو حضرتك حطيت السفينه تحت، هي هتمشي لفوق لوحديها، يعني هتطلع للشمال لوحديها. طيب وفي رياح عندنا في الجو، فعندي رياح اسمها الرياح الشماليه. لو حضرتك جبت مركب حطيتها في الشمال وفتحت الشراعه بتاعتك دي، الرياح الشماليه تضربها فتلاقي المركب مشيت ناحيه الجنوب. اذا انت عند حضرتك تيار الميه بياخد السفينه للشمال، لكن الرياح الشماليه اللي موجوده عندك بتاخد السفينه للجنوب. اذا انا هعرف اطلع وانزل في نهر النيل. يبقى بالعربي كده نهر النيل خلى فيما بيننا تواصل. بص هو قال لك ايه؟ التواصل فيما بينهم، يعني بيتواصلوا مع نفسهم وبيتواصلوا مع الاخرين. طب انا كده حكيت لك التواصل فيما بينهم. عملت سفينه، تيار الميه حملها ناحيه الشمال، طب الرياح الشماليه حملتها ناحيه الجنوب، ففيما بيننا ايه؟ قال لك فيما بيننا كده حاجه اسمها تواصل. جميل قوي. وفي نفس الوقت بنفس الطريقه، انا لو سبت المركب دي مع الرياح هتوديني للدوله اللي تحت مني اللي هي دوله السودان. اذا انا بعرف اتواصل مع الاخرين بسبب نهر النيل برضه. يبقى عمل تواصل مع انفسنا ومع الاخرين. طيب يبقى تعالى نعيد نهر النيل تاني بسرعه كده. يبقى نهر النيل سر عظمته في التكوين، بينحدر من الجنوب الى الشمال، يحمل معه المياه والطمي، فبستخدمهم انا كانسان في ايه؟ بستخدمهم في الزراعه. اتنين، نهر النيل اكسبني قيم ومهارات، اللي هم كام قيمه؟ 3، وحده وتضامن، تكافل وتكامل، اخر حاجه تواصل مع النفس والاخرين. طيب خلي بالي من حاجه، انا هنا بقول لك سر عظمته في تكوينه من الجنوب الى الشمال. انت كده بتوصف نهر النيل، بتوصف تكوينه. طالما قلت لي بتوصف التكوين بتاعه، يبقى انت كده بتعمل حاجه اسمها وصف جيولوجي. جيولوجي. يبقى انا كده من العوامل اللي خلت نهر النيل عظيم هي العوامل الجيولوجيه، اللي هو التكوين بتاع نهر النيل. ادي اول سؤال ممكن يجي لك. يبقى بترجع عظمه نهر النيل الى العامل الجيولوجي اللي هو تكوينه. طيب يلا بينا. انت قلت لي هنا استفدت بعض القيم. بص على القيم دي، وحده وتضامن. عندك فيضان. الفيضان دوت انا بعتبره ايه؟ قال لك الفيضان دوت عباره عن مخاطر طبيعيه. يبقى المخاطر الطبيعيه دي اظهرت بين المصريين القدامى، ظهرت ما بينهم الوحده والتضامن، لان دي اخطار طبيعيه. طب حضرتك حافظت على نفسك من الاخطار الطبيعيه دي ازاي؟ عن طريق ان انا بنيت جسر. طيب انت بنيت الجسر ليه؟ عشان احوش فيه الميه، الحفاظ على المياه. اذا الغرض من ان انا اعمل الجسور ديت هي الحفاظ على الموارد اللي هي الميه بتاعت حضرتك. يبقى الغرض من ان انا اعمل جسور هو الحفاظ على الموارد. يبقى الوحده والتضامن، عندي اخطار طبيعيه اللي هي الفيضانات، الحفاظ على الموارد اللي هو الحفاظ على المياه. طيب يلا بينا. 2، التكافل والتكامل. التكافل والتكامل ده قلت لك نشط بسبب ايه؟ قلت لي بسبب المحاصيل. بس خلي بالك بقى، هل المحاصيل اللي في الشمال هي اللي في الجنوب؟ قلت له لا، ده دول عندهم نوع ودول عندهم نوع، فعملنا ما بيننا تبادل. يبقى نشطت التجاره الخارجيه بسبب تنوع المحاصيل. يبقى انا خلي بالي هنا المحاصيل دي عندك تنوع في المحاصيل، لذلك نشطت التجاره الداخليه. طب التواصل مع النفس والاخرين، قلت لك والله عندك تيار الميه بياخدك ناحيه الشمال، لكن الرياح الشماليه بتاخدك ناحيه الجنوب. ايه ده؟ فلما عملت التواصل ما بينهم بين الشمال والجنوب بقى في ما بينهم تواصل وتماسك. اذا التواصل دوت عباره عن اثار ايه؟ سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي؟ حضرتك بتقول لي احنا تواصلنا مع بعض، يبقى دي اثار اجتماعيه. يبقى دي ليها اثر ايه؟ اثر اجتماعي. طيب لما توصلنا مع الاخرين بقى في علاقه تاثير وتاثر، اثرت فيهم واثروا فيا. في الحاله ديت لما اتاثرت بيهم هاخد الحاجه دي ابتدي انفذها عندي. يبقى انا ابتديت اعمل عندي حاجه اسمها تطوير وابداع.
يبقى انا خلي بالي بقى بسبب التاثير والتاثر بقى عندي تطوير وابداع. طيب الناس دي لما وصلت لهم مش ممكن اتاجر معاهم؟ ممكن اديهم منتجات واخد منهم منتجات؟ قلت لي اه. اذا يبقى ليها كمان اثار اقتصاديه، يبقى دي اثار اقتصاديه. يبقى خلي بالك بقى، عندي التواصل لما تواصلنا مع بعض يبقى ده اثار اجتماعي. لما تواصلت مع الناس التانيين عملت حاجتين، عملت تطوير وابداع، وبقى عندي اثار اقتصاديه. ده كده اول عامل عند حضرتك اللي هو نهر النيل. طيب يلا بينا نخش على تاني عامل من العوامل الطبيعيه، وهو عامل الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي لما تيجي تبص لمصر هتلاقي مصر دي موجوده في قلب العالم، في نص العالم. فبيقول لك ان مصر ديت بالنسبه لي موجوده في قلب العالم، بتوصل الاقطار والشعوب بينها وبين بعض، يعني بتوصل العالم كله ببعض. يبقى انا عندي اهو تعد مصر، مصر دي قلب العالم وحلقه اتصال بين اقطاره وشعوبه. ليه يا عم؟ قال لك والله عشان 3 و2. يعني ايه 3 و2؟ قال لك 3 يعني مصر موجوده بين 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا. يبقى ملتقى ال3 قارات اللي هم اسيا وافريقيا واوروبا. طب ايه 2 دي؟ قال لك مصر موجوده على بحرين، البحر الاحمر والبحر المتوسط، يبقى تقع على بحرين البحر الاحمر والمتوسط. يبقى مصر موجوده في قلب العالم. قلب العالم يعني بتوصل بين اقطاره وشعوبه. ليه؟ عشان 3 و2، موجوده من 3 قارات، اسيا افريقيا اوروبا، موجوده على بحرين، البحر الاحمر والبحر المتوسط. والدليل ان موقع مصر عظيم، جالي واحد اسمه جمال حمدان. جمال حمدان ده كان راجل جغرافي مصري، عمل كتاب اسمه شخصية مصر. جوه الكتاب بتاع شخصية مصر دوت اتكلم عن حاجة اسمها عبقرية المكان. قال لك ان مكان مصر دوت مكان عبقري. افهم بقى كل اللي قاله ده. احنا لسه قايلين ان مصر ملتقى 3 قارات، اسيا افريقيا اوروبا. فالراجل ده في كتابه قال لك ايه؟ قال لك مصر هي حجر الاساس في ال3 قارات. يبقى هي حجر الزاويه او حجر الاساس، يعني هي الحجر اللي بتربط ال3 قارات دول ببعض، اللي هي الثلاثيه القاريه. فبقول له ليه؟ قال لي عشان بيلتقي فيها، يعني بيوصل فيها قارتين. طول عمرنا عارفين ان مصر مربوطه، بتربط بين قاره افريقيا وقاره اسيا. يبقى بيلتقي فيها قارتين، مين هما؟ افريقيا واسيا. وبتقترب منهم قاره ثالثه اللي هي قاره مين؟ قاره اوروبا. يبقى بيلتقي فيها قارتين بيتقابلوا مع بعض اللي هم اسيا وافريقيا، وبتقترب منهم قاره اوروبا. يبقى هي حجر الزاويه في الثلاثيه القاريه، حجر الزاويه في الثلاثيه القاريه. ليه؟ اللي هم العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا. ليه؟ لانها تلتقي فيها قارتين اللي هم اسيا وافريقيا، وبيقترب منها الثالثه اللي هي قاره اوروبا. طيب وكمان ما تنساش ان مصر دي بوابه. بوابه لمين يا عم؟ قال لك بوابه للقارتين اللي كانوا لازقين في بعض، بوابه لاسيا وبوابه لافريقيا. مصر تقدر تخش منها لاسيا وتقدر تخش منها لافريقيا. لو جيت تبص ازاي تخش منها لافريقيا، قال لك لانها موجوده في شمال افريقيا. فلو دخلت مصر هعرف اخش افريقيا. فواحد يجي يقول لي ايه؟ طب ما مصر وليبيا وتونس والجزائر كل دول موجودين في شمال افريقيا، اشمعنى مصر اللي قلت عليها البوابه؟ قال لك هم كلهم موجودين في شمال افريقيا، بس ما تنساش ان مصر عندها نهر واصل لقلب افريقيا. فانا لو دخلت مصر وركبت مركب في النهر هخش لقلب افريقيا. اذا مصر هي بوابه افريقيا الشماليه، وكمان هي مدخل وبوابه لقاره اسيا. وليها طريقين لاسيا، يا اما بتخش من طريق سوريا والعراق، يا اما رقم 2 بتخش من غرب شبه الجزيره العربيه. يبقى تعالى كده، مصر هي حجر الزاويه في الثلاثيه القاريه. ليه؟ بيلتقي فيها قارتان، اسيا وافريقيا، يقترب منهم الثالثه اللي هي قاره اوروبا. مصر بوابه. بوابه لمين؟ بوابه لافريقيا، بوابه لاسيا. بوابه لافريقيا من ناحيه الشمال عشان النهر بياخدك يوديك قلب افريقيا، وبوابه لاسيا من طريقين، طريق سوريا والعراق وطريق شبه الجزيره العربيه او غرب شبه الجزيره العربيه. طيب يجي بعد كده يقول لي عند حضرتك ايه؟ ما تنساش ان مصر فيها سواحل على بحرين، اطول سواحل موجوده على بحرين، موجوده على البحر المتوسط، موجوده على البحر الاحمر. يبقى عبقريه المكان اللي جمال حمدان اتكلم عليها وصف لك فيه كل الكلام دوت. قال لك ايه؟ بيلتقي فيها قارتين ويقترب منها الثالثه. قال لك هي بوابه مشتركه بين افريقيا واسيا. قلت لك لما كلمتك عن افريقيا قال لك هي المدخل الحقيقي لافريقيا من ناحيه الشمال، والنيل هو النهر الوحيد الذي بفضله تصبح مدخل مصر لقلب افريقيا، بتخش جوه قاره افريقيا. قلت لك لما اتكلم عن الطريق في اسيا قلت لك دولت ليهم اهميه. مين هم الطريقين دولت؟ قال لك موجوده والشمال هناك طريق سوريا والعراق، ادي اول طريق. طيب التاني طريق موجود عند حضرتك اللي هو غرب شبه الجزيره العربيه.
وما تنساش برضو اللي هي بتطل على بحرين اللي هم البحر الاحمر وعندك البحر المتوسط. طيب ده الكلام اللي قاله جمال حمدان في كتابه شخصية مصر. طيب يجي بعد كده احنا خلصنا الموقع الجغرافي، يبقى احنا خلصنا نهر النيل وخلصنا الموقع الجغرافي. نهر النيل سر عظمته في التكوين، ينحدر من الجنوب الى الشمال، يحمل معه المياه والطمي، فاستخدمته في الزراعه. اكسبني قيم ومهارات، لما اخدت القيم والمهارات دي وحده وتضامن تكافل وتكامل، اخر حاجه تواصل مع انفسهم ومع الاخرين. قلت لك الموقع الجغرافي مصر تقع في قلب العالم، فوصلت بين اقطاره وشعوبه. ليه 3-2؟ تقع بين 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا، وملتقى عندي على بحرين او تقع على بحرين الاحمر والمتوسط. وكلمتك على عبقريه المكان اللي اتكلم عليها جمال حمدان. طيب ثالث عامل من العوامل الطبيعيه اللي ساعدت في قيام الحضاره المصريه هي الثروات المعدنيه. واتفقنا مع بعض كلمه ثروات معدنيه يعني صخور ويعني معادن. ايه الصخور اللي عندك؟ المعادن اللي عندك. قال لك والله المعادن اللي موجوده عندك في مصر اللي هم ذهب، حديد، نحاس. اهو ذهب والنحاس والحديد، دول ال3 معادن اللي موجودين عند حضرتك. ذهب حديد نحاس، ذهب حديد نحاس. طيب ايه الصخور اللي موجوده عندك؟ الجرانيت والرخام اللي حضرتك بتشوفها عندكم في المطبخ، والاحجار الكريمه. يبقى جرانيت، رخام، احجار كريمه. يبقى المعادن والصخور عندك المعادن ذهب حديد نحاس. المعادن جرانيت، رخام، احجار كريمه. استخدمتهم في ايه؟ قال لك المصري لما بيلاقي حاجه مش هيسيبها كده. استخدمت الذهب عملت بيه الحلي، استخدمت الصخور دي اللي انا بنيت الاهرامات، اللي انا عملت معابد، اللي انا عملت التماثيل. اذا الانسان استخدم الثروات المعدنيه، استخدمها في الصناعه، في صناعه الحلي، في بناء الاهرامات، استخدمها في بناء التماثيل، في بناء المعابد. يبقى اذا كان ليها اهميه صناعيه. يبقى استخدمها المصري القديم في الصناعه، خاصه الحلي وبناء الاهرامات ونحت التماثيل. طيب وقام جاي يبص قال لك ايه؟ فكانت الصخور والمعادن بالنسبه للمصري القديم اغلى الثروات التي ساعدت في قيام الحضاره المصريه القديمه. خلي بالي بقى من حبه حاجات هنا. انت بتكلمني عن معادن وعن صخور، اللي انا بنيت منها الاهرامات. يبقى انت حضارتك ظهرت قدام عينك بفضل المعادن والصخور. يبقى لو قال لك ايه؟ برزت الحضاره المصريه بفضل احد العوامل، يبقى هي ظهرت بسبب انه عامل؟ بسبب المعادن والصخور. استخدمتهم في ايه المعادن والصخور؟ استخدمتهم في الصناعه. طب بص قال لك ايه؟ بنيت ايه؟ بنيت اهرامات. حضرتك بنيت اهرامات، بنيت تماثيل، بنيت معابد. بص الكلام ده كله، مش الكلام ده كله بيبقى عليه نقش. النقش النقوشات اللي احنا خدناها عندنا في الدرس اللي فات، مصادر دراسة الحضارة. اخدنا عندنا الآثار زي الأهرامات. إذا الآثار والنقوش دي مصادر إيه؟ لو نفتكر كان عندنا نوعين من المصادر، مصادر أولية، مصادر ثانوية. طب هنا التماثيل والنقوش أو الآثار والنقوش دي مصادر إيه؟ مصادر أولية. يبقى إذا يجي يقول لك سؤال تاني، يقول لك الثروات والمعادن في مصر ساعدت في وجود المصادر الأولية. يبقى بسبب وجود المعادن والصخور ساعدت في وجود المصادر الأولية. ادي السؤالين اللي بيجوا عليها. يبقى انا كده خلصت نهر النيل، خلصت الموقع الجغرافي، وخلصت عند حضرتك المعادن والصخور. يجي رقم 4 في العوامل الطبيعية اللي هو بيكلمك عن الحدود الطبيعية. حدود دولة مصر كلنا حافظينها من اعدادي، ان مصر بيحدها من الشمال بحر متوسط، وقلنا بيحدها من الجنوب كان عندي دولة اسمها دولة السودان، بيحدها من الشرق كان عندي البحر الأحمر، كان بيحدها من الغرب دولة عندي اسمها دولة ليبيا. دي الحدود اللي احنا حافظينها. طب انت هنا بتكلمني عن الحدود الآمنة، الحاجات أو المناطق الطبيعية اللي بفضلها محدش عرف يخترق مصر. ايه هي يا عم الحاجات ديت؟ قال لك يلا بينا. قال لك والله لو تبص لمصر سواء في الشرق أو في الغرب عندك صحاري اللي هم الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. يبقى أنا عندي وجود صحاري في الشرق وفي الغرب. وما تنساش اللي انت عندك في الشرق جنب الصحراء عندك بحر اسمه البحر الاحمر. اهو البحر الاحمر. يبقى انا عندي في الشرق وفي الغرب صحاري، وفي الشرق برضو عندك البحر الاحمر. طب في الشمال عندك البحر المتوسط. طيب طب في الجنوب يعني من تحت في نهر النيل عندك حاجه اسمها الجندل. يعني ايه الجندل ده؟ الجندل دي كتله صخريه ناريه تقع في منتصف النهر. يبقى نهر النيل عند حضرتك لو ماشي كده هتلاقي في النص هنا في صخره كبيره
بتعيق حركه الملاحه، ما بتعرفش تمشي بسببها. الصخره اللي موجوده دي اسمها الجندل، فمنعت ان حد يخترقك من ناحيه الجنوب. يبقى انا لما يكلمني عن الحدود الامنه اقول له مصر فيها صحاري من الشرق ومن الغرب، وما انساش في الشرق عندي بحر احمر، عندك في الشمال بحر متوسط، عندك في الجنوب عندك الجنادل، والجنادل ديت صخور موجوده في مجرى النهر. طيب الحدود دي ساعدت مصر بايه؟ ساعدت ان حدودك تبقى مؤمنه، محدش يعرف يعديها، محدش يعرف يخشها، فبالتالي انت كدوله بقى عندك استقرار. يبقى انا عندي اهو النتائج بسبب موقع مصر: ساعدت المصريين في الدفاع عن بلادهم ومقاومه المعتدين والطامعين، محدش عارف يخش لي، فبالتالي بقى عندك امن واستقرار. طيب يبقى انا عندي اهو الحدود: في الشرق وفي الغرب صحاري، في الشرق عندك بحر احمر، في الشمال بحر متوسط، في الجنوب عندك الجندل. الموقع ده ساعدني في ايه؟ ان انا احمي بلدي، محدش عارف يخش لي، وبالتالي بقى عندي استقرار. ايه السؤال اللي ممكن يجي لك هنا؟ يجي يقول لك ايه؟ الجنادل دي قطره صخريه ضخمه موجوده عند حضرتك في الجنوب اهو، اثرها ايجابي ولا اثرها سلبي؟ فبقول له طبعا دي حمتني. يبقى اكيد اثرها ايجابيه، لانها حمتني من المعتدين، محدش عرف يخش لي بسببها. بس انت بص انا قلت لك ايه؟ دي موجوده هنا، محدش بيعرف يطلع وينزل بسببها، يعني عاقت حركه الملاحه، فبالتالي كان عندي مثلا تجاره معديه ما عرفتش تعدي. يبقى زائد ان هي عندها اثار ايجابيه، عندها اثار سلبيه. ليه اثار سلبيه؟ اللي هي عملت اعاقه لحركه التجاره وحركه الملاحه، ما عرفتش امشي بسببها. واللي حللنا المشكله دي واحد هناخدوه في الوحده الثانيه اسمه سنوسرت الثالث. عمل ايه سنوسرت الثالث؟ سنوسرت الثالث دوت جه على الكتله الصخريه دي وقام جه حفر فيها قناه، عمل لك قناه في النص، بقت عندي هنا موجوده جزء فاضل هنا، جزء من الصخور ديت فاضل هنا، وجزء من الصخور فاضل هنا، وهو عمل لي قناه في النص اعدي فيها، اسمه سنوسرت الثالث، هناخدوه مع بعض في الوحده الثانيه. طيب يبقى الجنادل اثار ايجابيه، اثار سلبيه. مين اللي حل مشكلتها؟ سنوسرت الثالث لما عمل فيها قناه. ادي عندك الحدود المؤمنه. يجي اخر مقوم طبيعي او اخر عامل طبيعي هو المناخ. المناخ بتاع مصر يقول لك ايه؟ مناخ مصر مشمس مشرق سماؤه صافيه، يعني بالعربي كده بقول لك المناخ معتدل، المناخ حلو. وطول ما المناخ حلو الانسان نشيط، يبقى ده ساعد على النشاط البشري. يبقى لما اكلمك عن المناخ هقول لك اهو مناخا معتدلا مشمس مشرق سماؤه صافيه، فده ساعدني على النشاط الانساني. شكرا. طيب المناخ في مصر معتدل، يعني ما فيش امطار غزيره. يبقى انت المناخ بتاعك مناخ جاف، وبسبب اللي هو مناخ جاف مفيش امطار غزيره، فما بيحصلش حاجه عندك اسمها السيول. وطالما ما حصلش عندك سيول يبقى الحاجه اللي انت هتبنيها هتفضل موجوده مكانها، مش هتتدمر. عشان انت لو حصل عندك سيول كانت كل الاثار اللي موجوده عندنا في مصر كانت السيول جت شالتها من مكانها. فبسبب اللي انت عندك مناخ جاف ده ساعد في حمايه الاثار القديمه وبقائها. يبقى انا عندي واحد مناخ معتدل مشمس مشرق سماؤه صافيه، ده ساعد في النشاط الانساني. اتنين المناخ بسبب ان هو جاف فده ساعد في الحفاظ على الاثار بتاعتنا. طيب لسه من شويه انا بشرح لك نهر النيل، قلت لك في الشمال عندهم محاصيل وفي الجنوب عندهم محاصيل تانية بسبب اختلاف درجات الحراره. اذا درجات اختلاف الحراره بتختلف من الشمال للجنوب، اذا انت عندك في مصر في تباين واختلاف في درجات الحراره، وده ساعد في ايه؟ بقى عندك تنوع في المحاصيل، والمحاصيل اللي انت بتزرعها بتشيلها، فما بقتش محتاج حاجه من حد، انت اللي بتزرع حاجتك وانت اللي بتشيل وعندك كل حاجه. فده ساعد ان انت يبقى عندك رغد في المعيشه وعندك رخاء. يبقى انا عندي المناخ هم ثلاث حاجات: المناخ بتاعي معتدل مشمس مشرق سماؤه صافيه، ساعد في النشاط الانساني. اتنين هقول لك عندك المناخ بتاعك جاف، فده ساعد في بقاء الاثار بتاعتك ما اتدمرتش. تلاته عندك اختلاف في درجات الحراره فوصلت لدرجه من الرخاء ورغد المعيشه. هنا السؤال اللي بيجي لك هو حاجه واحده، بص الجاف يبقى ده مناخ ايه؟ مناخ صحراوي. طيب طالما هو مناخ صحراوي يبقى ده ساعد على بقاء الاثار. يبقى فرق بين حاجتين: اللي ساعد في الحفاظ على الاثار هو عامل المناخ، طيب اللي ساعد في ظهور الاثار هي الثروات المعدنيه اللي انا استخدمتها عشان ابني الحضاره. دول السؤالين اللي بيجوا في الحته دي. طيب يبقى انا كده خلصت لك الخمس مقومات الطبيعيه، خلصت لك نهر النيل، خلصت عند حضرتك الموقع، خلصت عند حضرتك الثروات المعدنيه، خلصت لك الحدود الامنه، وخلصت لك المناخ. فاضل لك عامل واحد اللي هو عامل ايه؟ العامل البشري. يلا بينا هنا العامل البشري. احنا اتكلمنا عن المقاومات الطبيعيه، تعالى كلمني عن العامل البشري باختصار.
احنا لسه قايلين في اول الدرس لو عندك انسان محب لوطنه بيستخدم كل ما هيأه الله له لبناء حضارة عظيمة، ده اللي احنا قلناه. يبقى الانسان ده عشان يبني حضارة محتاج حاجتين، محتاج وقت، محتاج جهد. يبقى الانسان المصري القديم عرف يستغل الحاجة اللي حواليه، بذل فيها مجهود واستنى على الوقت بتاعه، فعرف يبني حضارة من اعظم الحضارات في العالم. فلما اتكلمني عن العامل البشري قال لك كان الانسان المصري القديم دور بارز في قيام الحضاره الفرعونيه. فبساله ازاي؟ قال لك اهو بذل الجهد. شكرا. ليه؟ عشان يسخر كل ما وهبه الله له من موارد ومناخ. لسه قايلينها ان الانسان استخدم او اخذ الحاجه، كل ما هيأه الله له هو استخدمه، عرف يستخدمه. طيب معنى كده هو استخدمه بس بطريقه سهله ولا بطريقه صعبه؟ قال لك لا، بطريقه صعبه. اذا الانسان ده بذل جهد. طب بص، اتنين انفقوا كثير من الوقت والجهد. بص جاب لك كلمه الجهد كم مره؟ مرتين. يقول لك ابذل مجهود. الناس دي لما بذلت مجهود بنت حضاره من اعظم حضارات العالم. يبقى انت كانسان لما تبذل مجهود في مذاكرتك وفي حاجتك وفي حياتك هتلاقي نفسك وصلت لحته ثانيه، تبقى انسان ناجح. اذا بص، التاريخ بيعلمك. بص، من قرأ التاريخ زاد عقله، اللي احنا لسه واخدينها الدرس اللي قبل اللي فات. نفس القصه. بص هنا بيقول لك ايه؟ ابذل مجهود تبقى انسان ناجح. وخد برضك ايه اللي هو مش هبذل مجهود النهارده فانا هنجح النهارده، لازم تستنى. يبقى معادله وقت ومجهود، انت انسان ناجح. بذلت مجهود وما صبرتش مش هتنجح. طب قعدت من غير ما تبذل مجهود مش هتنجح. هي معادله. عايز تخش كليه قدامك 3 سنين من اولى ثانوي لثالثه ثانوي وتقعد تذاكر فيهم، تبقى انسان متعلم، انسان مثقف، تعرف تجيب درجات تخش الكليه اللي انت عايزها. المذاكره دي عايزه مجهود. يبقى اذا حضرتك صبرت في الوقت بتاعك وبذلت المجهود اللي عليك، دخلت الكليه اللي انت عايزها، انت نجحت. طب يلا بينا، انا عايز اشتغل في شغلانه خارج مجال التعليم خالص، حاجه مش موجوده في الكليات. حضرتك محتاج تاخد كورسات، تبذل فيه مجهود وهتقعد في الكورس ده وقت عشان تبقى انسان ناجح في المجال المعين. اذا دي رساله التاريخ بعتها لك، مش انا اللي بعتها لك. بيقول لك عايز تنجح لازم تبذل وقت وجهد. في حاجه من الاثنين نقصت حضرتك مش هتنجح، لازم تبذل مجهودك وفي وقت كده واحده واحده على حالك هتلاقي نفسك بقيت في حته ثانيه. فبيقول لك هنا الانسان ده لما استخدم الوقت والجهد قدر يبني حضاره من اعظم حضارات موجوده في العالم. طيب لما نيجي نرجعوا كده بالذاكره، كان عندنا واحد اسمه هيرودوت. هيرودوت دوت قلنا المؤرخ الاغريقي اللي جالنا او اليوناني. لما هيرودوت دوت لما جه مصر قال لك ايه؟ مصر هبه النيل. يعني اللي عمل مصر ده بسبب اللي هم عندهم نيل، بسبب اللي هم عندهم نيل عملوا حضاره وزرعوا وبقت حضارتهم عظيمه. فهنا انا جاي اقول له انت غلط. ليه انت غلط؟ انت قلت لي مصر هبه النيل، بس النيل لو الانسان ما استخدمهوش ملوش لازمه. يبقى جاي اصلح له معلومته، اقول له انا اسف هيرودوت، مصر مش هبه النيل. مصر هبه النيل والمصريين، مش النيل لوحده. يبقى الانسان، انا بتكلم ان الانسان بذل مجهود في ان هو يستخدم كل ما هيأه الله له. 2 بذل جهد وبذل وقت عشان يعرف يوصل لحضاره من اعظم الحضارات في العالم. هيرودوت قال لك مصر هبه النيل، انا هنا جاي اصلح له اقول له غلط، مصر هي هبه النيل وهبه المصريين. يبقى انا النهارده اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن عوامل قيام الحضاره. اتكلمت عن عوامل قيام الحضاره في العالم القديم، علمناهم ب6 كلمات: نهر، موقع، مناخ، حواجز، معادن، انسان. اتكلمنا عن عوامل قيام الحضاره في مصر، قلت عوامل طبيعيه، عوامل بشريه. العوامل الطبيعيه كانوا 5: النهر، موقع، مناخ، حدود امنه، وثروات معدنيه. وعندي العامل البشري اللي هو الانسان، وشرحنا كل واحد فيهم بالتفصيل. كده انت الحمد لله خلصت الوحده الاولى اللي هم ال3 دروس في ال3 فيديوهات. يا ريت لو حاجه واقعه منك من الدروس اللي فاتت ترجع للفيديوهات القديمه تتفرج عليها. كده احنا خلصنا الوحده الاولى، مبروك عليك درجاتها. نتقابلوا ان شاء الله وبدايه وحده جديده الاسبوع الجاي. هنخش في وحده متعبه نوعا ما بس هتستمتع فيها، وحده لذيذه معانا ان شاء الله، وهتلاقي الدنيا فيها سهله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.